صلوا على النبي وورونا اللايك بتاعكم الحلو وتعالوا نشوفوا حكايتنا مع بطلنا الجامد جمودة. وبيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا وينج وهي بتتنقل عبر الزمن من الماضي لحاضرنا، وبنشوفها وهي داخلة مزاد عالمي. ساعتها بنشوف كل اللي في المزاد وهم بيتكلموا عليها وبيقولوا انها بنت فلاحة، ازاي تكون موجودة في مكان زي ده. فتعالوا نرجع فلاش باك علشان نعرف ايه قصتها بالظبط. وفي الريف بنشوف البطلة وهي بتقوم بشغلها، وبنعرف انها شغالة محاسبة بس دماغها ايه ذرية. وفي يوم من الايام وهي بتقوم بشغلها بيجيلها رسالة بانها لازم تسافر للمدينة علشان تتجوز. فبتسافر فعلا وبتدخل المزاد وبتقعد هادية لوحدها على جنب ومش بتهتم لكلام الناس اللي حواليها. وفجأة بيدخل بطلنا واللي بيكون اسمه هيشو، وبيشتري القطعة النادرة اللي في المزاد واللي بيكون تمنها أكتر من 100 مليون. ودي كانت صدمة لكل الموجودين، لكنهم اتصدموا أكتر لما أهدى القطعة دي كهدية لحبيبته واللي هي بنتنا واللي بيكون اسمها وينج. وبعدها أخد وينج وخرج يتكلم معاها برا، وهنا بنعرف انهم مرتبطين وبيحبوا بعض جدا كمان. وبعد شوية رومانسية ودلع بنشوفها تاني يوم وهي رايحة تشتغل في الشركة. لحظتها بناخد بالنا ان محاسب الشركة حرامي وسارق فلوس كتير في بطنه، لانه متوقع ان وينج بنت فلاحة مش فاهمة حاجة في اي حاجة وهتمضي على الورق اول ما تمسكه في ايديها. لكنها طلبت منهم يجيبوا لها عداد تقليدي تحسب عليه بدل الآلة الحاسبة دي. وطبعا كلهم شافوا انها انسانة متخلفة ورجعية ومش هتقدر تحسب صح، لكنها حسبت اسرع منهم كلهم وطلعت النتيجة قبلهم كمان، وعرفت ان في لعبة في الحسابات دي. وهنا المحاسب بقى كان مصدوم وما كانش مصدق انها عبقرية بالشكل ده، وحب بسرعة يداري على نفسه، فراح مزعق لكل الموظفين واتهمهم انهم مهملين ومقصرين في شغلهم. بس برضو الفيلم كله مدخلش عليها، فالمساعد طلب من ابوها الحرامي يجي ينقذهم، وده لانه شريكه في السرقة دي، وعشان كده وصل للمكتب بسرعة وحب يطردها. لكنها كانت عارفة ان كل ده هيحصل، وكانت مكلمة جدها الكبير علشان يحضر في الوقت الصح، واللي بيجي بسرعة وبيضرب ابوها قدام كل الموجودين وبيعرفهم ان وينج بنت ممتازة وناجحة في شغلها، وعشان كده هيعينها هي المدير التنفيذي للشركة. وفي الاخر بيطردهم هم كلهم برا. وبعد ما بيخرجوا بيقول الجد لبنتنا انها لازم تتجوز، وهو خلاص لقالها العريس المناسب من عيلة غنية جدا، فهي كانت مش موافقة على العريس وعاوزة ترفضه لانها بتحب هيشو، لكنها كانت خايفة من جدها. لحظتها بيجيلها رسالة من حبيبها، والجد وقتها بياخد باله من الضحكة اللي ظهرت فجأة على وشها، فعرف انها مرتبطة بحد تاني. ولما حاول يسألها غلبشت على الكلام وسلام بقى يا جدو، وخرجت تقبل البطل اللي كان واقف مستنيها بعربيته الفاخرة قدام الشركة. وبعد ما بتركب جنبه بيقعدوا يتكلموا شوية عن أحوال الشركة والموظفين. ساعتها بنتنا بتاخد بالها ان اختها الحربوقة واقفة قريب منهم، فبتتعمد تخليها تشوفها وهي بتبوس هيشو علشان تغيظها. وفعلا اختها سون بتتغاظ جدا لما بتشوفهم مع بعض. ومش بس كده، دي كمان بتطلع التليفون وبتصورهم صور مش لطيفة، وكل ده ووينج بتراقبها بعيونها، ورغم انها بتشوفها وهي بتصورهم الا انها بتفضل مكملة في التمثيل عادي ولا بيهمها. وبعد ما بتنزل من العربية فجأة بتلاقي هيشو جاي وراها، ومرة واحدة بيروح واخدها وداخل بيها الأسانسير. وأول ما بيدخلوا بقى البيت بيقضوا مع بعض ليلة كلها حب ورومانسية. وتاني يوم بيكون بطلنا مش عاوز يسيبها تنزل الشغل وبيفضل يتدلع عليها ويحب فيها، لكنها برضه بتسيبه. وبعد ما بتوصل للشركة بتلاقي أبوها قاعد عمال يسخن جدها ويقوله إن وينج رغم إنها بنته إلا إنها بنت فلاحة ومستهترة جدا ومش فاهمة حاجة في الشغل، وكمان خرجت عن القوانين وطلعت أسرار الشركة للشركات المنافسة ليهم. ومش كده وبس، دي كمان دخلت اختها سون الشيطانة وقالت لهم ان كل كلام ابوها صح، دي كمان ماشية بطال ومقضياها مع الشباب كل يوم بتقابل شاب شكل. وطلعت لهم الفلاشة اللي عليها الصور وقالت لهم انها هتثبت لهم الحقيقة دلوقتي حالا. بس الغريب هو رد فعل وينج، لانها ما كانتش خايفة، بل بالعكس دي كانت واقفة واثقة ان محدش هيقدر يكشفها. وده ليه؟ لانها على طول بعتت رسالة لهيشو وعرفته ان سون مصورهم فيديو وهتعرضه دلوقتي قدام الكل. بعدها بثواني بنشوف ابننا وهو داخل الشركة قبل ما الفيديو يشتغل،
ولما الحربوة دي شغلت الفيديو طلع انه مش واضح، ومش واضح وش بنتنا كويس، ولا حبيبها البطل كمان كان ظاهر فيه. ودي كانت خيبة امل لسون اللي عاوزة تولع الدنيا نار في بعضها. بعدها قامت وينج وخرجت من الاجتماع بكل ثقة وثبات انفعالي، وبعد ما خرجت لقيت هيشو قاعد مستنيها، وبعدها على طول بيخرج ابوها، ولما بيشوفهم واقفين مع بعض بيروح مستخبي ورا الباب وبيقف يراقبهم من بعيد، وهي لما بتاخد بالها منه بتروح منيلة الدنيا اكتر وواخدة الواد بالحضن علشان يشوفهم وهما في الوضع الغريب ده. المهم ان هيشو بيعزمها على العشاء، ولما بيجي الليل بنشوفهم سهرانين بره، وهي ساعتها بتشوف ابوها جاي يقابل حد في نفس المكان ده بالصدفة، فبتروح تقرب منه علشان تسمعهم بيتكلموا على ايه. وهناك بتلاقي ابوها بيقابل واحد اسمه جي، وبيطلب الاب من جي ده يبعد البيه هيشو عن بنته، لان عيلة هيشو دي لو عرفت ان ابنهم على علاقة ببنتهم مش بعيد يولعوا فيهم ويخلوهم يخسروا كل حاجة في السوق. وطبعا فهموا ان كل حاجة ليها مقابل، يعني الرقم اللي هيطلبه هياخده. وبعد ما اتفقوا سوا فجأة لقوا بنتنا داخلة عليهم وبتطلع لهم تسجيل صوتي للمقابلة بتاعتهم دي. طبعا جي اتجنن وفضل يزعقله وقاله اعتبر ان الاتفاق ده اتلغى، وسابهم وخرج. لكن بعد ما خرج بدأت الهانم تساوم ابوها وطلبت منه يكتب لها 20% من اسهم الشركة باسمها، وإلا هتاخد التسجيل ده للجد جان، وهو عارف بقى الجد هيعمل فيه ايه بالظبط. وطبعا هو خاف احسن تقوله فعلا، وفضل يحاول معاها ويقول لها انه ما ينفعش يكتب لها كل الاسهم والا الجد هيعرف، لكنها فضلت مصرة، واضطر هو في الاخر انه يوافق يديها 20% من اسهم الشركة، بس ده في مقابل ان ياخد منها التسجيل. لكن هي رفضت وقالت له ما تقلقش، احنا دلوقتي في مركب واحدة، يعني لو التسجيل انتشر هيضرها زي ما هيضره. وهنا ابوها فهم انها اتعمدت تخليه يعرف علاقتها بهيشو علشان توقعه في الفخ ده، وبيقول لها انها كده بتستغله علشان توصل للي هي عايزاه، لكن هي مش بترد عليه خالص. ما تعرفش ان هيشو واقف وراهم وسامع كل كلامهم، وفهم طبعا انها بتستغله، وعشان كده شايل الخاتم في جيبه لانه كان ناوي يتقدم لها. وفضل بقى طول السهرة يحاول يداري انه زعلان منها، لكنها قدرت تاخد بالها انه زعلان. ولما سألته مالك في ايه، راح هو قايل لها بكل صراحة انها كانت تقدر تصارحه من الاول، وتقوله انها عاوزة تستخدمه كأداة لتحقيق اهدافها مش اكتر، ووقتها هو كان هيساعدها. فردت عليه وقالت له ان الكلام ده مش صح وانها بتحبه جدا فعلا. وتاني يوم الصبح سمعت ابوها وهو بيسخن عليها جدها زي العادة، ففهمت انه اكيد بيخطط لحاجة مش تمام. وفي الاخر الاب بيقول للجد انه عاوز ينقل 10% من اسهم الشركة و10% تانيين من اسهمه هو باسم وينج. ولما الجد سمع استغرب وسأله ليه كذب عليه، فقاله لانها بتشتغل كويسة جدا وبتتعب اكتر مننا في الشركة والمفروض يكون في حافز ليها. فبيوافق الجد لكن بشرط تقطع علاقتها بهيشو تماما، فوافقت وبالفعل بينقلوا الاسهم باسمها فعلا، وهي كانت مبسوطة جدا عكس اختها اللي كانت هتموت من الحقد والغيظ. ومش كده وبس، دي كمان من السواد اللي في قلبها هددتها انها مش هتسيبها في حالها. لكن بطلتنا ما كانش في دماغها ولا كان فارق معاها اي حد غير حلمها اللي كان نفسها توصله. ولما بيجي الليل بنشوفها وهي سهرانة في البار مع صاحبتها، واللي بتقول لها ان الجو حلو قوي النهاردة، ايه رأيك نخرج نلف بالعربية مع الشلة؟ فبنتنا رفضت وبعتت رسالة لحبيبها يجي ياخدها. ولما وصل كانت هي مش قادرة تمسك نفسها من كتر الشرب، وراحت لفة ايديها حوالين رقبته، وهو ما صدق وراح شايلها وحطها في العربية. ولحد ما لف يفتح الباب من الجنب التاني كانت هي لقت الخاتم وزعلت لانها عرفت انه ناوي يطلب ايديها للجواز. مش عارفين ايه سبب الزعل بس هنعرف قدام. المهم انها بتطلب منه ما يروحهاش بيتها وياخدها على بيته هو. ولما بتصحى من النوم الصبح علشان تروح شغلها بيروح هو شددها من ايديها وبياخدها في حضنه، وبيطلب منها تخرج بالليل معاه سوا يسهروا، فبتوافق. ولما بيجي الليل بتروح وينج على العنوان اللي هو مديهولها ومفهمها ان هو مزاد بيبيع انتيكات من اللي هي بتحبها، لكنها لما بتروح هناك بتكتشف ان العنوان ده يبقى بيت اهله، وهناك بقى بيكونوا عاملين حفلة كبيرة لأعضاء العيلة، لكن الغرباء مش مرحب بيهم وسطهم. وعشان كده بتلاقي عقربة تانية اسمها سونغ بتغير منها قوي لما بتشوفها مع بطلنا لأنها بتحبه هي كمان ونفسها تتجوزه.
في اللحظة دي بتيجي أم ابننا وبتتعرف على وينج بكل هدوء وحب، لكنها من جواها كانت سماوية جدا، واخدت ابنها على جنب وعرفته انه مش هينفع يتجوز غير سونغ مهما عمل، وراحت زقة عليه سونغ، فالبنت وقعت في حضنه. وطبعا وينج لما شافت المشهد ده مقدرتش تتحمل وهربت من الحفلة، فخرج وراها هو كمان واعترف لها بقى انه بيحبها هي ومش بيحب حد غيرها، ونفسه بجد يتجوزها، وطلع الخاتم من جيبه ونزل على رجله ونص في مشهد رومانسي جامد ولبسه لها، لكنها بتصدمه في لحظتها وبتقوله خلينا ننفصل. ولما بيسألها ليه يبعدوا هما بيحبوا بعض، قالت له لأنها تعبت قوي لحد ما وصلت للحلم والمكان اللي هي فيها دلوقتي، ومش مستعدة تضحي بيهم وتخسرهم عشان خاطر أي حد، وسابته ومشيت. لكن قبل ما تمشي كان هو رميلها الخاتم على الأرض وقال لها لو خرجت من حياته هو مستحيل يرجع لها تاني مهما حصل، فمشيت برضه وما تهزتش بكلامه. في نفس اللحظة دي بيجي شاب تاني اسمه هيو وبنشوفه راكب العربية، ولما شاف وينج ماشية من جنبه قال في سره أخيرا لقيتها. وهنا بنعرف ان هو كمان كان من نفس العشيرة بتاعتها وكان بيحبها قوي وما صدق انه لقاها. وتاني يوم بنشوف هيشو وهو في الشغل، والمفروض انه يختار مشروع معين ما بين مشاريع كتير، لكنه لما بيشوف مشروع شركة عيلة وينج بيختار المشروع ده بالذات، وبيطلب من المساعدين يحددوله اجتماع مع المسؤول في نفس اليوم ده. وطبعا المسؤول هنا كانت هي بنتنا اللي بقى واضح عليها الحزن من بعد ما بعدت عن حبيبها، لكنها اتفاجئت بيه وهو داخل عليها القاعة، ومن فرحتها مدت له ايديها علشان تسلم عليه، لكن هو تجاهلها ولا كأنه شايفها اصلا. وطول فترة الاجتماع كان بيحاول يدخل معاها في اي كلام، لكنها ما كانتش ليها علاقة بتفاصيل المشروع اصلا، لانها كانت الممول بتاعه مش اكتر. وبعد ما انتهى الاجتماع طلبت منهم يخرجوا، ورجعت هي تتكلم معاه وطلبت منه بكل رقة يحاول يفكر في المشروع ده كويس قوي عشان خاطر الشباب اللي تعبوا فيه، وبلاش يرفضوا لانهم تعبوا عليه كتير قوي. لكنه برضه ما كانش بيرد عليها. وقتها كان وصل الطرف التالت في العلاقة واللي هو هيو، وجاي يستثمر في شركة عيلة وينج برضه، وطلب يعمل الاجتماع معاها هي مخصوص، لدرجة انه فضل قاعد مستنيها لمدة ساعتين كاملين. وهي لما وصلت رحبت بيه جدا، لكنها مقدرتش تتعرف عليه لانها مش فاكرة اصلا، بس هو فضل طول الاجتماع يتغزل فيها ويبارك لها على ترقيتها الجديدة. وفي الاخر قال لها انتي مش هتسأليني بقى انا متجوز ولا لأ؟ فهي اتكسفت وحست انه بيلمح لها على جواز وحب وليلة هي ما فيهاش دماغ ليها اصلا. في نفس اللحظة دي بيجيلها تليفون من البنت اللي كانت مصممة المشروع، وقالت لها وهي هتطير من الفرحة ان السيد هيشو اخيرا وافق على المشروع بتاعهم. فوينج فرحت لها هي كمان من قلبها، لكنها حست ان هيشو واقف علشانها هي مش عشان المشروع كويس ومتعوب عليه. وفي الوقت ده بنرجع تاني لبطلنا وهو بيجيله مكالمة من مساعده، واللي بيراقب بنتنا طول الليل وطول النهار، وبيقوله ان حبيبته رايحة جاية كل يوم مع السيد هيو، لدرجة ان في اشاعة منتشرة في المدينة بتقول انهم بيحبوا بعض وهيتجوزوا قريب. فهو كان هيكسر الخشب بايديه من كتر الغيرة والعصبية. وساعتها امه حست بيه وطلبت منه يروح يقعد جنبها ويتفرج معاها على السجادة الانتيكة اللي اشترتها من اخر مزاد، وبتعرفه ان السجادة دي اصلا بترجع لعشيرة اسمها عشيرة هي، ودي بقالها 1000 سنة، والمفروض طبعا ان عمر السجادة دي هي كمان بقالها 1000 سنة. وقتها هيشو بياخد باله ان الختم اللي موجود على السجادة هو نفس الختم اللي استخدمته وينج معاه وختمته بيه. وهنا بياخد السجادة وبيجري بيها على بيت وينج على طول، وهناك بيطلب منها تركب معاه العربية بالذوق بدل ما يركبها بالعافية. فسمعت الكلام وركبت معاه، وهو بسرعة اتحرك بالعربية على نفس المطعم اللي كانوا متعودين يسهروا فيه، وهناك حاول يستعطفها ويخلي قلبها يحن، وبيفكرها انه طلب ايديها لما كانوا هنا اخر مرة، لكنها غيرت الموضوع على طول وقالت له قولي الكلمتين اللي عندك خلينا نخلص ونمشي. فراح مطلع لها السجادة وفرجها لها، وهي لما شافتها ما كانتش مصدقة انها شافت السجادة اللي عملتها بنفسها بعد ما عدى 1000 سنة. فهو قال لها ان نفس الختم اللي على السجادة دي هو نفس الختم اللي ختمت بيه على صدره، وبيسألها تفسر ده بايه،
لكن في لحظتها مثلت انها متعرفش اي حاجة عن السجادة دي وسابته ومشيت. وتاني يوم بنشوف السيد هيو هو داخل عليها المكتب، وهي لما حبت تبدأ في الشغل راح هو مغلوش على الكلام وقال لها تصدقي جه وقت العشاء، ايه رأيك نخرج نتعشى سوا؟ بس هي كانت زهقت منه وجابت اخرها وسألته انت اكيد جد رزقك عليا علشان ترتبط بيا. فقال لها فعلا ده حقيقي وهو بيحبها قوي ونفسه يفضل جنبها طول العمر. لكن هي بتفتكر حبيبها هيشو ولحظاتهم الرومانسية مع بعض وعلشان كده رفضته. وهنا جالها الموظف ومعاه مستندات بتثبت ان ابوها مختلس فلوس الشركة، فحلفت لا تعلمه الادب وتربيه من اول وجديد. وبعدها بيجيلها اتصال من حبيبها هيشو اللي بيسألها هي ليه ما حضرتش الاجتماع بتاع النهاردة، ولما بتحاول تكذب وتحور عليه بيواجهها بالحقيقة وبيقولها انا عارف انك بتهربي مني ومش قادرة تبصي في عيوني لانك لسه بتحبيني وبتموتي فيا. فقالت له مفيش منه الكلام ده وانها ملاش علاقة بالاجتماع اصلا، ونهت مع المكالمة واخدت الاوراق وراحت بيها على البيت. وهناك اديتها لجدها اللي انهار من العصبية لما شافها وعرف ان ابنه حرامي وبيسرقه وبيضربه بالقلم على وشه. لحظتها بيدخل صاحب شركة منافسة ليهم اسمه وانغ، ووانغ ده بقى بيزيد التين بلة وبيقول للجد ان ابنه تحالف مع موظف من موظفين شركة بتوعه وسرق منه اكبر واهم صفقة في حياته. فالجد بيتعصب اكتر واكتر وبيطرد ابنه من الشركة. وفي النهاية بيخرج وونغ وبتخرج معاه وينج علشان توصله. وهنا لقت هيشو واقف مستنيها برا وبيعرفها انه جاي علشان يحفزها ويقول لها انها تقدر تكون رئيسة الشركة ولازم تحاول وبلاش تخاف من حد. وبعد ما بيمشي هي بتدخل تاني جوه وساعتها بتلاقي الحربوة اختها بتحاول تضربها علشان بسببها ابوها اتطرد من الشركة. لكن وينج بتقدر تمسك ايديها وتحذرها تلزم حدودها لانها هتحتاج لها كتير قوي الفترة اللي جاية، وده لانها خلاص بقت كبيرة العيلة. وبعد شوية بيجيلها اتصال من صاحبتها واللي بتطلب منها يخرجوا يسهروا سوا شوية بالليل. ولما بيجي الليل بنشوفهم كلهم متجمعين بالصدفة في نفس البار، وطبعا هيو بيكون طاير من الفرحة واول ما بيشوفها بيقولها تعالي اعلمك اللعبة دي، لكنه ما كانش يعرف ان حبيبها اسد وقام على طول ومسك ايديها واجبرها تلعب معاه هو وبس ومش مع حد غيره. ده غير بقى انها وهي بتلف بتبوسه غصب عنها، فهو عيونه بتلمع من لهفة الحب واشتياقه ليها وهي كانت متوترة قوي. وكمان شويتين وصلوا الاتنين الحرابيق، واحدة فيهم بتحب هيو والتانية بتحب هيشو. وطبعا اللي كانت بتحب هيشو كانت متغاظة منها قوي وهددتها لو ما بعدتش عنه ومش هيحصل لها كويس، ومش عشان ام هيشو حبتها هتبقى كده خلاص موافقة على جواز ابنها منها، لا هي بس كبرت في السن وخرفت. وساعتها وينج بنت اللذينة ورتها تليفونها وهو بيسجل كلامها وقالت لها ايه رأيك ابعته لمرات عمك ام هيشو تسمعه ونشوف بقى هل هتوافق انك تدخلي باب بيتهم اصلا ولا لأ، مش بس تجوزك ابنها. فالبنت بعد ما كانت وحش قلبت قطة وترجتها تمسحه، فوافقت وينج تمسحه لكن في مقابل 5 مليون. فاضطرت البنت انها تدفع لها الفلوس فعلا. وبعد ما مشيت جه هيو يفتح معاها كلام، فاتضايق هيشو لما شافها وجي اخدها من ايديها غصب عنه وعنها ومشي. وهناك ادالها تورتة الفراولة اللي هي بتحبها بمناسبة يعني ان النهاردة عيد ميلادها، وبيقول لها كمان ان هو عرف انها من العشيرة وان عمرها اكتر من 1000 سنة. ولما سألته بقى انت عرفت ازاي، قال لها عرفت لما شفت نفس الختم على السجادة. واثناء كلامهم ده بيعدي نجم ساقط، ففرحت بنتنا لما شافته واتمنت امنية، وبعدها قالت له انها بتحبه فحضنها ورجعوا لبعض من تاني الحمد لله وقضوا مع بعض لحظات رومانسية لدرجة انه ما كانش عاوزها تروح، بس هي سابته غصب عنها وجريت على البيت. وهناك الجد ادالها مجلة كده وقالها تشوف اخر تطورات شركة فاي وازاي كبرت وحققت صفقة ناجحة، وهي كانت فرحانة قوي علشان حبيبها وفضلت سرحانة في صورته ومش مركزة في كلام جدها اللي بيقولها تجهز وتستعد هي كمان لإطلاق صفقة جديدة متخصصة في الأجهزة الطبية واللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. طبعا أبوها كان عاوز هو يدير الصفقة بدلها لكن أبوه رفض تماما. وتاني يوم راحت وينج لشركة هيشو وتطمن عليه، وهناك لقيت حبيبها بيحضنها من ظهرها وبيقولها وحشتيني قوي قوي يا روح قلبي. فقالت له مش وقته، احسن حد يدخل عليهم.
فراح رافعها على مكتبه وقال لها محدش يقدر يدخل هنا من غير إذني، وبيسألها بقى ازاي أختها الحربوقة دي تعمل فيها كل ده. فقالت له فكك منها، هي كده دايما مش صافية من جواها. وبعد شوية حب ودلع جالها مكالمة من مرات أبوها وإنها لازم تكون موجودة دلوقتي حالا. وقتها كانوا جوز الحرابيق قاعدين بيخططوا يرسموا ازاي يخلصوا منها ويخلي هيشو يكرهها، لحد ما اتفقوا انهم يتهموها انها مرتبطة بالاتنين في نفس الوقت. وفي اللحظة اللي كانت هي خارجة فيها من المكتب لقيت الجرسونة بتوقع العصير على لبسها وهي قاصدة، لكن هي مش بتفهم ده، وبترجع على أول فندق وبتغير فيه لبسها. وفجأة لقيت هيو داخل عليها الأوضة وهو مش عارف انها موجودة اصلا، وبيقول لها ان موظف الريسبشن تحت هو اللي اداله مفتاح الأوضة. فهي عرفت على طول ان ده فخ ولسه هتاخده وتهرب. لقيت عدد كبير من الصحافة والإعلام داخلين عليها الأوضة وبيفضلوا يصوروا فيهم، وصورهم بتنزل في الجرايد. وطبعا الحربوقة بتستغل الفرصة وبتاخد أول نسخة وبتروح توريها لهيشو، واللي بيكون واثق في حبيبته وعارف انها مستحيل تعمل كده. ومن ناره راح قام ماسك الشيطانة دي من رقبتها وقال لها انه مستعد يقتلها دلوقتي حالا، بس مش فاضي لانه لازم يلحق حبيبته. واللي بتكون في الوقت ده رايحة تطمن عيلتها، لكنهم كلهم قاموا فيها واتهموها انها واحدة مش كويسة وهي اللي بوظت فرح اختها، لكنها كانت بنت قوية وكل الكلام ده مش بيأثر فيها. وبتقول لجدها ان المشكلة دي مشكلتها هي وهي الوحيدة اللي قادرة تحلها. والغريب ان جدها بيثق فيها وفي كلامها ومش بيخلي اي حد يتدخل غيرها هي وبس، وبيعرفهم انها هتقدر تحل الموضوع ده لوحدها. ولما بتروح هي تشوف ايه الحكاية بتلاقي هيو في وشها وبيعتذر منها وبيقول لها انه ملوش ذنب في الموضوع ده، فبتصدقه. وفجأة بيظهر وراهم هيشو وبياخدها من ايديها وبيقف يتغزل فيها قدامه علشان يغيظه ويثبت له انها ملكه هو وبس. والحقيقة ان هو كمان كان هيموت وهيطق من الغيظ، وراح يدور ويشوف مين الشياطين اللي ورا الموضوع ده. وبعد كده بطلنا بيحصله هو كمان وبياخد حبيبته في ايده علشان يوريها انه عارف يجيب لها حقها. وهناك الجرسونة اعترفت من اول ألم وقالت له ان مين هي اللي دفعت لها الفلوس، وطلبت منها تكب العصير على فستان الهانم وينج. وطبعا كانت عمالة تعيط وتزعق لهم انها ما عملتش حاجة، لكن بعد ما ضغطوا عليها اعترفت وقالت ان شين هي اللي كانت عاوزة تنتقم منها وتخلي سمعتها على كل لسان، لان وينج بتحبهم هما الاتنين ومش سايبالهم ولا واحد حتى. المهم انهم في الاخر هددوها لو ما نفذتش كل كلمة هيقولوها لها بالحرف هيبلغوا عنها الشرطة. فالبنت خافت جدا على نفسها وفعلا سمعت كلامهم. بعدها جت شين فخرجت العقربة دي ومثلت ان الخطة ماشية كويس جدا زي ما هي قالت عليها. وهنا رجعوا تاني الصحفيين وخرجت وينج وهيو يتكلموا معاهم، وبدأوا في الأول الكلام عن سوء التفاهم اللي حصل، لحد ما في الآخر راحت مين متكلمة وحكت لهم كل حاجة. والعقربة واقفة بتنهار من الصدمة لأنها ما كانتش مصدقة إن صاحبتها هي اللي تفضحها قدام الكل كده. فبتجري الشيطانة على هيو وبتترجاه يقف جنبها وبلاش يفضحها، ولو ما كانش علشان هيبقى عشان عيلتهم، لكنه برضه مرضيش يعفو عنها وفضحها. وهنا خرج هيشو وقال لها انه خلاص هيوقف شغل مع شركات عيلتها وهينتقم منها اشد انتقام. فالبنت خافت على اهلها ونزلت على رجليها تعتذر منهم وطلبت منهم يسامحوها، لكنهم قالوا لها ان القرار ده في ايد وينج لانها اكتر حد هي ظلمته. فركعت لها وقالت لها انها مش هتقدر تعمل فيها كده تاني. وبعدها دخلت وينج لجدها وقالت له انها قدرت اخيرا تظهر براءتها، بس ابوها ومراته ما كانش فارق معاها براءتها قد ما كان فارق معاهم فرح بنتهم العقربة. بعد كده بيخرج هيشو وبياخد حبيبته في ايديه وبيبصها بصة رومانسية، وفي الاخر بيخرجوا وكل ده وهيو واقف بيحقد عليهم من كتر الغيرة، لكنه في الاخر بيرضى بالامر الواقع وبيتصل على ابوه وبيعرفه انه موافق يسافر بلاد بره وهيمسك المشروع اللي كان قايله عليه هناك. بعدها بنشوف وينج وهي قاعدة بتشتغل في مكتبها، ومرة واحدة لقيت اختها الدلوعة داخلة عليها وبتطلب منها انها تبقى انسانة محترمة تخليلها وقار وشخصية وسط العيلة كلها، لان جوزها بقى بيخونها وكل يوم يخرج مع واحدة شكل وما يرجع لهاش غير وش الصبح. فوينج نصحتها تبقى هادية وشخصية كاريزما وساعتها جوزها يحترمها والناس كلهم كمان. الغريب انها بعد ما بترجع لجوزها بتتحول جدا. في الاول كانت فاهمة انها هتدخل تلاقيه مع واحدة في الأوضة،
لكنها مش بتقفشه ولا حاجة، بس هو بيصدمها صدمة أكبر بكتير، وبيقولها خلينا نتطلق وكل واحد فينا يروح لحال سبيله. لكنها ما ردتش وطلعت عقد من شنطتها وقالت له انها سرقت العقد ده من شنطة اختها. طبعا هو فرح جدا وراح حضنها وقال لها انتي كده روح قلبي ومش هطلقك ابدا، لكن ما يعرفش ان العقد ده مضروب. وتاني يوم الصبح بنشوف جوزها الشيطان وهو بيهجم على وينج في مكتبها وبيزعق لها لان العقد اللي اختها اديتهوله كان عقد مضروب، هو بسببه خسر مشروعه وشركته كلها، وعشان كده هو ما كانش طايق نفسه وعاوز يكسر المكتب كله فوق دماغهم. لكنه بعد ما خرج من الشركة لقى مراته في وشه، والغريب انها بعد ما عكت الدنيا رجعت ضحكت تاني عليه ومثلت انها بريئة ملهاش اي ذنب في اللي حصله. حتى دي كمان كانت خطة متفقين عليها. ولما بيجي الليل بنشوف الجو الرومانسي ده مع البطل وبطلتنا، ولما بيطلع الصبح بنلاقي الخبر كله منشور في الجرايد بانهم بيحبوا بعض مع صورة عريضة ليهم. فصاحبتها زعلت منها علشان ما قالتلهاش لحد دلوقتي وهي اقرب واحدة ليها، لكن وينج قدرت تصالحها وقالت لها ما جاتش مناسبة لانهم لسه في بداية العلاقة. اما البطل فكان عاوز يتصل على كل الجرايد ويقول لهم يشيلوا الخبر ده، لكن حبيبته منعته وقالت له لا يسيبه، هي اللي طلبت منهم كده. بعدها وينج رجعت البيت وهناك جدها زعق لها علشان الخبر اللي انتشر في الجرايد وبيقول لها بقى عاجبك الفضايح اللي احنا فيها كل يوم دي بسببك. فبتروح بنتنا مشغلة التلفزيون وقالت له يسمع الخبر ده كويس قوي، وبنسمع هيشو وهو بيحكي للصحفيين ان هو والبطلة عايشين قصة حب مش علاقة محرمة ولا الجو ده زي ما هم فاهمين. فالجدة بيقتنع بكلامها وبيقول بما انهم بيحبوا بعض يبقى تمام. المهم ان مرات الاب الحربوقة بتحب تستغل الفرصة وبتقول للجد ان وينج كده داخلة على جواز والمفروض انها تستقيل من الشركة وتقعد في البيت. بس الغريب بقى ان الجد بيوافق وبيقولها ان معاهم حق، وهي كمان مش بتحب تكسر لجدها كلمة وبتقول انها موافقة تستقيل لو ده قراره هو. طبعا الاب الشرير بيكون طاير من الفرحة هو والحربوقة ومراته. ولما بيجي الليل بنشوفها سهرانة مع حبيبها وبتعرفه انها هتسيب شغل الشركة وهتبقى قاعدة فاضياله في الرايحة والجاية، وهو كمان بيفرح وبيقول لها ان كده احسن بكتير. وتاني يوم الصبح بياخدها تشتغل معاه في شركته، وهناك كل الشباب اللي شغالين في الشركة كانوا واقفين يتفرجوا عليها وبيقولوا انها فعلا جميلة، والمدير بتاعهم عرف يختار. وفجأة لقوا المدير واقف فوق دماغهم وهم من خوفهم جروا من المكان زي القطط، ودخل قعد يسألها عاملة ايه في الشغل، قالت له كويسة. ولما حب يقرب منها جالها مكالمة من ابوها واللي بيسألها عن بنود وعقود الصفقة الاخيرة، لكنها مرضتش تقوله وقالت له انها حاليا مع خطيبها ومش فاضية. وبعد شوية رومانسية بياخدها وبيروحوا يزوروا أمه، وهناك فضلوا يهزروا ويضحكوا كأنهم عيلة واحدة فعلا، لحد ما بيجي أقرب صديق ليه بيسأله ازاي يكون مرتبط من غير ما يقوله برضه، لأنهم مش متعودين يخبوا أي حاجة على بعض. وقتها بيقوم هيشو يلعب مع صاحبه وبيطردوا برا البيت قبل ما يعك الدنيا أكتر، وهي بتفضل قاعدة تحكي مع أمه واللي بتقولها انها بقت بتحبها زي بنتها ويمكن اكتر. بعدها بنروح لابوها وهو في الشركة مع جدها، وساعتها كل الموظفين بيبدأوا يشتكوا من الاب انه مبقاش عارف يدير الشغل من بعد وينج، وبيعرفوه كمان انه ماشي ناس كويسة وجاب شباب ملهمش في الشغلانة اصلا. وكمان وقتها بيوصل كام عميل من الشركة وبيبقوا على اخرهم عشان مشاريعهم خسرت على ايد الافندي. ده غير ان وينج بتدخل تعتذر من جدها وبتقوله شوية معلومات مهمة. المهم ان في الاخر ابوها اتضرب علقة كويسة وجدها تعب تاني وجاله جلطة، لكنه كان قوي وقدر يعيش ما شاء الله عليه. وبعدها باسبوع بتروح وينج علشان تطمن عليه، وساعتها هو بيطلب منها ترجع الشركة وتهتم بيها زي الاول والا هيخسروها للابد. فبنتنا حطت لهم شروط قاسية شوية لكنها في المصلحة، زي انها تاخد نسبة كبيرة من الاسهم وتتحول باسمها، وكمان يبقى ليها الحق في الادارة، يعني القرار في الاول وفي الاخر يرجع لها هي. طبعا ابوها مش موافق على الكلام ده لكن شكل جدها هيوافق. وبعدها بتخرج تقابل هيشو اللي بيسألها عملت ايه وبيكون عاوز يطمن عليه، فبتقوله انها سابتهم بيفكروا وهيردوا عليها كمان يومين. وبعد ما بيجي اليومين بيكون الجد مستني ابنه يحل الكارثة دي لكنه معرفش، فاضطر الجد بقى انه يعرفه انه لازم يرجع وينج الشركة تاني. فجدها قال لها انه موافق على كل شروطها، بس هل هي هتقدر ترجعها تقف على رجليها من تاني؟ فقالت له طبعا، ورد قال لها خلاص وعد مني بعد ما تحسني احوال الشركة هكتب لك الاسهم دي.
فقالت له انها مش بتثق فيهم لانهم ممكن يطردوها زي ما طردوها قبل كده. فقال لها يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ قالت له عاوزه عقد رسمي يثبت ان الكلمه الاولى والاخيره في الشركه ليا انا. فاضطر الجد يكتب لها العقد. وفي اليوم اللي بعده بتلاقي اختها واقفه مستنياها في نص الطريق علشان تشكرها انها ساعدتها تتطلق من الشخص اللي كانت متجوزاه ده. والأول مرة بتقول لها أختي، وبتطلب منها كمان تروح تتعشى معاهم بالليل. وبعدها بكام يوم بيكون فرح بقى بطلنا وبطلتنا والعيلة كلها بتحضر وبيعملوا مفاجأة لهيشو. والاتنين ساعتها بيفتكروا أول مرة اتقابلوا فيها وقضوا لحظات رومانسية. وفي الفرح كل واحد فيهم وعد التاني انه مش هيتخلى عنه ابدا وهيكون جنبه طول العمر. ولحد هنا بتكون خلصت احداث مسلسلنا. بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.